اللي ما يعرفش يبقى صاحب ما ينفعش يبقى شريك حياة. أكتر حاجة تطمنك مع الإنسان اللي هتكمل معاه الباقي من عمرك إنه يكون صاحبك قبل ما يكون حبيبك. يعني إيه صاحب؟ صاحب يعني تقدر تتكلم وتفضفض معاه براحتك من غير ما تخاف إنه يفهمك غلط أو تخاف من رد فعله. حتى لو غلط دايما يوجهك بلطف، وحتى لو زعل منك يتقبل إنك إنسان وبتغلط عادي. تحس إنه شريكك في كل حاجة وما تبقاش شايل هم العلاقة لوحدك، وتبقى أنت المسؤول عن نجاحها أو فشلها لوحدك. شريك ما يحطكش في وضع إنك تدور عليه، بمعنى إنك تبقى متأكد إنك لو محتاجه معاك دلوقتي أو حصل لك حاجة هتلاقيه أول حد جنبك من غير ما تطلب وتدور هو فين. شريك يكون بينكم أمان ناحية بعض، تناموا وانتم متأكدين إن مفيش خوف ومفيش غدر. حتى لو متخانقين مليون خناق يبقى في مساحة تقدر تعبر فيها عن مخاوفك ومشاكلك، زعلك والتصرفات اللي بتضايقك، أحلامك وطموحاتك، من غير ما يقلل من كل ده. شريك تضحك معاه من قلبك بجد من غير تصنع، وتبقى حياتكم مليانة فرحة أكتر من أوقات الزعل والخلاف. شريك تقوله صاحبك حبيبك تعب فيمسح التعب كله عن قلبك ويرسم لك ضحكتك من تاني. دمتم بحب، مع أميرة عبد الرازق.